ورجعنا مرة تانية وأخيرا وأول حلقات كأس العالم، والنهاردة إن شاء الله هنبص على كل مجموعات كأس العالم ونتوقع في مجموعة مجموعة كده مين هيصعد أول ومين هيصعد تاني، مين هيصعدوا من ضمن أفضل توالت، وشكل دور الستاشر هيبقى عامل إزاي. فصلي على النبي كده واعمل لايك وفولو ويلا بينا نبدأ التوقعات. في البداية وعندنا المجموعة الأولى وهي فيها أول واحد من الثلاث دول المستضيفين، واللي بتتكون من المكسيك وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وجمهورية التشيك. عندنا أربع دول هيتنافسوا ما بينهم وما بين بعضهم، مجموعة كده مجموعات اليوروبا ليج اللي احنا بنتكلم عليها، ولكن كلهم متقاربين في المستوى، فممكن نشوف فيها مفاجآت كتير ما بين كل الفرق. عندنا المكسيك وجنوب افريقيا، زي ما قلنا المكسيك هي اللي هتبقى يعني صاحبة الارض في المجموعة دي، ولكن انا توقعي الشخصي ان اللي هياخد كارت البطاقة الاولى والمركز الاول في المجموعة دي هيروح لكوريا الجنوبية. بعد كده عندنا هيبقى المكسيك هي اللي في المركز الثاني، اما بالنسبة للتشيك في المركز الثالث، وجنوب افريقيا هي اللي هتكون في المركز الرابع. ونروح بعد كده للمجموعة التانية وهي برضو فيها فريق من الثلاث فرق المستضيفين للبطولة، واللي بتتكون من كندا والبوسنة وقطر وسويسرا. قطر للمرة التانية هتكون في المجموعات بتاعت الافتتاحية، ولكن ان هي المرة دي مش هي بطلة الليلة، ومش هي المرة دي اللي بيتلعب الماتش على ارضها، ولكن هي المرة دي في المجموعة دي هتكون بتلعب على ارض كندا. ومجموعة برضو زي ما بنقول ما فيهاش فرق كبيرة، ولكن في فريق مثلا هو اللي هيبقى بعيد شوية في الليفل بتاعه عن الباقيين، وان الثلاثة التانيين هيبقوا بيتنافسوا فيما بينهم. والفريق ده هيكون سويسرا اللي هيضمن في الاغلب المركز الاول مستريح. بعد كده هيجي في المركز التاني منتخب كندا او البوسنة، واحد فيهم هيقدر ان هو ياخد البطاقة بتاعت المركز التاني، واللي توقعي الشخصي هيكون كندا. والمركز الثالث هيكون البوسنة والهرسك، وقطر هتكون لسه قدامها شوية على ان هي تقدر ان هي تاخد بطاقة من المراكز اللي حتى بتحاول تأهل للصعود. وبعد كده نبدأ في المجموعات اللي ضرب نار، وأول منتخب قوي عندنا وهو منتخب البرازيل. المجموعة اللي بتتكون من البرازيل والمغرب وهايتي واسكتلندا، مجموعة هيكون فيها طبعا البرازيل والمغرب فرقتين قويين جدا. البرازيل مش بالمستوى العالمي أو اللي احنا متعودين عليه كمستوى توب تير يعني، ولكن في المستوى اللي بقالهم فترة فيه مستوى فريق مش احسن حاجة. وفينيسيوس حتى مش بيمر باحسن احواله، نيمار شبه انتهى، رودريجو مصاب، فجواو بيدرو مش مستدعى، فقايمة فيها حاجات شوية كتير. ولكن مع انشيلوتي اللي بيعرف ان هو يهندل الامور في اوضه اللبس، وبيعرف ان هو يعني واحد من اكتر او هو تقريبا اكتر واحسن مدرب في الماتشات اللي هي بتبقى ادوار اقصائيه دي. واحد كمدرب محقق دوري ابطال اوروبا 5 مرات، فيعني مش هنخش في النقاش ده اساسا يعني. فعندنا المغرب والبرازيل هيكونوا بيتنافسوا منافسة قوية جدا على بطاقة الصعود في الأول في المجموعة دي، ولكن توقعي إن البرازيل اللي هتحسم المركز الأول، والمغرب مركز تاني، واسكتلندا المركز التالت، وهايتي هتكون هي اللي في المركز الرابع وحصلت المجموعة. بعد كده عندنا المجموعة الرابعة واللي فيها آخر فريق من الثلاث دول اللي بتستضيف كأس العالم وبتلعب كأس العالم على أرضها السنة دي، وهي أمريكا. والمجموعة بتتضمن أمريكا وباراجواي واستراليا وتركيا، 4 فرق. برضو مجموعة أوروبا ليج تقريبا كل المجاميع اللي فيها حد من الدول المستضيفة هتبقى مجموعة مش قوية قوي، ولكن توقعي الشخصي ان تركيا هتقدر ان هي تحسم المركز الاول في المجموعة دي بكل سهولة. وهيتبقى بقى المركز التاني والتالت ما بين امريكا وباراجواي واستراليا، فهتكون صعبة قوي الخناقة اللي ما بينهم دي، ولكن حاسس ان هي ممكن تبقى باراجواي تاني وامريكا تالت واستراليا هي اللي هتكون في المركز الرابع. وبعد كده نروح للمجموعة الخامسة واللي فيها تاني فريق من الكبار بتوع كأس العالم وهو ألمانيا. منتخب ألمانيا اللي برضه زي البرازيل بقاله فترة مش ماشي على الطريق الصح، وإن هو بيحاول يرجع تاني، ولكن مجموعته هي مجموعة شوية في الإمكان
المانيا وكوراساو وكوت ديفوار والاكوادور. المانيا في الاغلب هتكون هي اللي تقدر ان هي تحصد المركز الاول في المجموعه دي. المفروض ان هم ما يبقاش عندهم اي معاناه في ان هم يحققوا المركز الاول، والمركز الثاني هيروح للاكوادور، والمركز الثالث الكوت ديفوار اللي عملت مفاجاه جدا قويه جدا في التصفيات بتاعه كاس العالم، وقدرت ان هي، او مش التصفيات، في الماتشات الوديه اللي قبل كاس العالم، وقدرت ان هي تكسب فرنسا، وعن طريق جون دوي اللي هو اخو ديزري دوي بتاع فرنسا. الاثنين الاخوات اللي كانوا بيلعبوا قدام بعض في ماتش واحد، وقدرت كوت ديفوار تعمل مفاجاه كبيره جدا وانها تكسب فرنسا، المرشح الاول او احد المرشحين الاوائل للفوز بكاس العالم. بعد كده عندنا المجموعة الستة، واللي برضو فيها واحد كمان من كبار العالم هو هولندا، ومعاها في المجموعة اليابان والسويد وتونس. ابتدينا بقى نخش في المجاميع اللي هي بجد فرق قوية. هولندا عندنا برضو يعني كويسة، اليابان كويسة، السويد صعدت بالملحق ولكن برضو فريقهم مش وحش قوي، وتونس في الأغلب هي اللي هتكون للأسف هتمشي على الوتيرة بتاعتها اللي هي ابتدت تكسرها في كأس عالم قطر، ولكن في الأغلب برضه هتكون هي حصلت المجموعة. ولكن توقعي الشخصي إن ممكن اليابان هي اللي تقدر إن هي تاخد المركز الأول وهولندا مركز تاني. أو بصراحة يعني مش عارف، يعني هي يا هولندا أول يا اليابان أول وهولندا تاني، يا هولندا أول واليابان تاني. فممكن كده سوا نختار هولندا أول، اليابان تاني، السويد تالت، وتونس في المركز الرابع. ونروح بقى للمجموعة السابعة وأهم مجموعة عندنا، وهي مجموعة منتخب مصر. المجموعة اللي فيها بلجيكا وإيران ونيوزيلندا ومصر. المجموعة اللي فيها المفروض إن مصر تقدر إن هي تكسب وتصعد من المجموعة دي، وعدم الصعود منها يبقى حاجة يعني كارثية بصراحة. بلجيكا مش جاية في أحسن أحوالها، وبعد اعتزال لعيبة كتير ولاعيبة كتير تانية بتفنش، سواء لوكاكو، سواء دي برويني، سواء اللعيبة دي كلها. الناحية التانية في دوكو وفي لعيبة كويسة، ولكن فريق شبه خلاص بيفنش. يعني إيران بالأحوال اللي هي فيها، والمفروض برضه إن هما مش مركزين 100% في كأس عالم. نيوزيلندا جاية خسرانة، مش فاكر من فريق ايه، شايلة سكور 4 ولا 5. فالمفروض ان هي ما تبقاش مجموعة صعبة قوي عليك، وان بلجيكا تقدر ان هي تحسم الصدارة بتاعة المجموعة، والمركز التاني يروح لمصر، والمركز التالت يكون لإيران، والرابع يكون لنيوزيلندا، وهي تكون حصلت المجموعة. ونروح بعد كده للمجموعة الثامنة، وأول مجموعة من المجاميع الضرب نار. عندنا فيها أسبانيا وأوروجواي والراس الأخضر والسعودية. مجموعة تكون حلوة جدا، وهيكون الماتشات ما بين الفرق فيها قوية جدا جدا. وتوقعي الشخصي إن أسبانيا طبعا اللي هي أول أو تاني، يعني من الثلاث أربع منتخبات اللي مرشحين بقوة لكأس العالم، هتقدر إن هي تضمن بطاقة الصعود مركز أول طبعا بكل سهولة. والمركز الثاني هيكون اوروجواي، وبعد كده تكون الخناقه اللي ما بين الراس الاخضر والسعوديه ما بينهم وما بين بعض، مين هيقدر ان هو يحصد بطاقه المركز الثالث، مين هيقدر يحصد بطاقه المركز الرابع. ولكن توقعي ان الراس الاخضر هي اللي هتاخد المركز الثالث، والسعوديه للاسف هتكون في المركز الرابع. ونروح بعد كده للمجموعة التاسعة، مجموعة فرنسا. المجموعة اللي فيها واحد برضو من الأربع فرق المرشحين إن هما يفوزوا بكأس العالم بقوة. المجموعة اللي فيها فرنسا والسنغال والعراق والنرويج. للأسف العراق هتكون بتعاني جدا في المجموعة دي ما بين ثلاث فرق أقوياء جدا، وتوقعي إن فرنسا تقدر إن هي بسهولة تحصد المركز الأول، والنرويج برضو غالبا بسهولة تقدر إن هي تحصد المركز الثاني. كانت عاملة تصفيات قوية جدا على إيطاليا وعلى منتخب كمان كده مش عارفين هو مين، فكانت عاملة تصفيات حلوة قوي، وقدرت ان هي تصعد مركز اول، وتقريبا كانت علامة كاملة، تقريبا كسبت ايطاليا رايح جاي اصلا. فالنرويج جاية بكل قوتها بهالاند بسورلوس، فتوقعي ان هم مش هيهزروا، هيقدروا ان هم ياخدوا بطاقة المركز الثاني، والمركز الثالث هيكون السنغال، وللأسف العراق هتكون في المركز الرابع. ونروح بعد كده لمجموعة حامل اللقب ومجموعة العشرة، وهي مجموعة الأرجنتين اللي هيكون فيها الأرجنتين والجزائر والنمسا والأردن. المجموعة اللي فيها اتنين من العرب، ومجموعة أعتقد إن الأرجنتين هتقدر إن هي تكسب وتصعد مركز أول فيها مستريح. ولكن الخناقة هتكون ما بين الجزائر والنمسا والأردن. النمسا اللي هي تقريبا ما فيهاش حد خلاص قوي قوي، حتى ديفيد ألابا مش رايح، فانا ما اعرفش حد في منتخب النمسا، يعني هو سابتزر وما اعرفش هو رايح ولا لا.
فعندنا خناقة بقى ما بين الجزائر والأردن والنمسا، مين اللي هيصعد مش عارف. حاسس ان يعني الجزائر تقدر ان هي تصعد مركز تاني، ومثلا بعد كده الأردن، بعد كده النمسا، او النمسا بما انها منتخب اوروبي فممكن تبقى عندها مفاجأة. يعني مش عارف ايه اللي ممكن يحصل بصراحة، ولكن حاسس ان المجموعة دي العرب فيها هيقدروا ان هم يطلعوا بشكل حلو منها، وان الجزائر ممكن تصعد مركز تاني، وبعديها يبقى الاردن، وفي المركز الاخير النمسا، او الاردن والنمسا يبقوا بيبدلوا سواء. ونروح بقى كده للمجموعة ال11، والمجموعة اللي فيها بلدنا في القلوب متشالة، وفيها منتخب البرتغال اللي يا رب يكون هو اللي في نهاية البطولة هو البطل إن شاء الله لكأس العالم. أتمنى من كل قلبي يعني بصراحة كريستيانو يفوز بكأس العالم، ونخلص بقى من الموضوع ده، ونبطل بقى تشجيع البرتغال اللي تعبنا ده. هو آخر بطولة لكريستيانو، آخر بطولة لتشجيع البرتغال، عشان إحنا خلاص زهقنا. المجموعة فيها البرتغال والكونغو وأوزبكستان وكولومبيا. كولومبيا اللي هو منتخب قوي جدا ووصل لنهائي كوبا أمريكا، وكان يقدر إن هو يكسب كوبا أمريكا. فأتوقع إن البرتغال إن شاء الله يعني ما تواجهش صعوبة وتصعد مركز أول، وبعد كده المركز التاني كولومبيا، والمركز التالت هيكون ما بين الكونغو وأوزبكستان. أتوقع إن الكونغو هي اللي تصعد مركز تالت، وأوزبكستان هي اللي تكون في المركز الرابع. ونروح بقى للمجموعة ال 12 والأخيرة معانا النهاردة، المجموعة اللي فيها إنجلترا، ومجموعة بتضم إنجلترا، كرواتيا، غانا، بنما. مجموعة برضو المفروض إن هي تكون سهلة جدا للمنتخب الإنجليزي، مع إن المنتخب القائمة بتاعته فيها مفاجآت كتير جدا بغياب لعيبة كتير جدا إن هم ما استدعوهمش، وأبرز الأسماء دي كان أرنولد وماجواير. تخل كده يعني عامل اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم، لو ما وصلتش نص نهائي فانت شبه بتحط الضغط على نفسك بإقالة. لو ما قدرتش ان انت تفوز بكأس عالم او توصل نهائي او نص نهائي، فانت بادئ بضغط كبير على نفسك. انا مش فاهم هو ليه عمل حاجة غريبة زي كده يعني. انت ماجواير كان بيستدعى وهو وحش، فهو حلو ما بتستدعيهوش، دي غريبة جدا. ولكن توقعي ان انجلترا هتكون في المركز الاول، كرواتيا في المركز الثاني، غانا في المركز الثالث، وبنما هي حصلت المجموعة. حاجة عندنا ان احنا نختار ونرتب افضل 8 منتخبات جابت المركز الثالث، ودول اللي هيصعدوا يعني للدور اللي بعده. فاتوقع توقعي الشخصي المنتخبات اللي هي تقدر تكسب على الاقل 3 او 4 نقط من المجموعة بتاعتها. ف يعني هنبقى بنحتاج ان احنا كل شويه نرجع لدور المجموعات عشان نشوف مين يقدر ياخد الثلاث نقط بتوعه. جمهورية التشيك هل تقدر تكسب جنوب افريقيا؟ ممكن تبقى صعبة شوية عليها. البوسنة والهرسك تقدر تكسب قطر، لسه فيها كلام. اسكتلندا هتقدر تكسب هايتي، فمعانا اسكتلندا. بعد كده عندنا امريكا واستراليا فيها كلام. كوت ديفوار وكورساو معانا كوت ديفوار، يبقى كده في كوت ديفوار وفي اسكتلندا يقدروا هما الاتنين يصعدوا عادي. السويد تقدر تصعد عادي. ايران فيها كلام. راس الاخضر فيها كلام. السنغال فيها كلام شوية. الاردن فيها كلام. الكونغو تقدر تصعد عادي، وغانا تقدر تصعد عادي. فاحنا عندنا تقريبا 4 او 5 فرق يقدروا بسهولة ان هم يصعدوا. فاحنا معانا غانا والكونغو و لا، غانا والكونغو والسويد والكوت ديفوار. غانا والكونغو والسويد والكوت ديفوار دول معانا مبدئيا. فين بقى نختارهم؟ غانا والسويد والكونغو والكوت ديفوار واسكتلندا. وهيتبقى معانا تشيك وبوسنا وإيران والراس الأخضر والسنغال والأردن. يعني أنا فاضل 3 فرق، و3 فرق تانيين مش هيصعدوا. فمش عارف بصراحة، هل التشيك تقدر تكسب جنوب أفريقيا؟ ممكن. هل بوسنا تقدر تكسب قطر؟ ممكن برضه. تمام. امريكا واستراليا اعتقد ان يعني يعني الدوله المستضيفه هيخلوها ان هي تكسب ماتش ده كده كده. يعني ان ما كانتش امريكا طلعت مركز تاني مكان باراجواي اصلا يعني. تمام. فاللي ممكن يبقوا مش هيصعدوا معانا، ممكن ايران ما تصعدش. ممكن ممكن الاردن ما تعرفش ان هي تصعد. يعني عندنا الدولتين دول، وممكن الراس الأخضر برضو ما تعرفش تصعد. فاحنا ممكن نصعد كله ما عدا دول. يعني احنا هنقدر ان احنا، لا ايران لا، لا لازم نرجع بقى تاني ونعملها من تاني. اهو دول كده معانا، ودي معانا، ودي معانا، ودي معانا.
والسنغال معانا والكونغو معانا. فبتهيالي هم دول اللي هيكونوا صعدوا معانا من من احسن توالت. غانا هتقدر ان هي تكسب بنما، احنا معرفناش نتوقعها، فاحنا ممكن نعيد تعيين دي تاني. الوضع ده صعب قوي بصراحة، ان انت تقدر ان انت تختار مين اللي هيصعدوا من المجموعات. فايه ممكن نفكر كده وارصهم واجي اقول لك ايه اللي حصل. ورجعنا مرة تانية، ودول التمانية تقريبا اللي احنا هنستقر عليهم. جمهورية التشيك تصعد، اسكتلندا تصعد، امريكا تصعد، كوت ديفوار تصعد، السويد تصعد، السنغال تصعد، والكونغو تصعد، وغانا هتكون هي الثامن الفرق. يعني هيكون دول التمانية اللي هيصعدوا. وبكده دور ال 32 في التوقعات بتاعتنا هيكون ما بين ألمانيا وأمريكا، فرنسا والسويد، المكسيك وكندا، هولندا والمغرب، ماتش كويس برضو، كولومبيا وكرواتيا، اسبانيا والجزائر، تركيا والسنغال، وبلجيكا والتشيك والبرازيل واليابان والاكوادور والنرويج، كوريا الجنوبية واسكتلندا، انجلترا والكونغو، الارجنتين واوروجواي، باراجواي ومصر، وسويسرا وكوت ديفوار والبرتغال وغانا. فعندنا ماتشين ثلاثة كده حلوين، ولكن هيبقى دور 16 نار. ألمانيا وفرنسا عندنا من هنا هتبقى فاكس يعني. هنا ممكن يبقى عندنا اسبانيا وكرواتيا او كولومبيا، هيكون ماتش حلو. هنا هيكون عندنا مش قوي يعني، هنا البرازيل والنرويج الاكوادور اليابان، الاربع فرق حلوين قوي. هنا غالبا هتبقى انجلترا وكوريا الجنوبية، هيبقى ماتش حلو. هنا الارجنتين او اوروجواي، في الاغلب الارجنتين يعني، ومصر وباراجواي. مصر ان شاء الله تكسب ويبقى مصر بتلاعب ميسي تاني، او زي ما الاهلي كان بيلعب في كاس العالم. وبعد كده عندنا سويسرا وكوت ديفوار والبرتغال وغانا، فهتبقى مثلا البرتغال وتلعب سويسرا او كوت ديفوار. فهنشوف يعني، منتظرنا دور 32 ودور 16 هيكونوا حلوين قوي. وبس كان كل الفيديو النهارده دي توقعات كأس العالم، توقعات المجموعات، مين هيصعد اول، مين هيصعد تاني، مين هيصعدوا افضل توالد. بصينا بصة كده على دور ال 32 مين ممكن يصعد منه لدور ال 16. الماتشات اللي منتظرانا في دور ال 16 او في دور ال 32 ماتشات كلها جامدة جدا. طبيعي كأس عالم، ابدأ جهز نفسك وجهز الماتشات، ايه اللي هتتفرج عليه بالليل وايه اللي هتضطر تكنسله عشان عندك شغل. وبالتوفيق. وبس كده كل فيديو النهارده، اعمل لايك وفولو وسبسكرايب وصلي على النبي، وسلام.